بكوبايتين دقيق هنعمل حاجة حلوة تكون سهلة وسريعة ومن غير فرن ومن غير أي أدوات صعبة وبدون تعقيدات، هتحضّري أحلى حاجة حلوة ممكن تحضّريها في 10 دقايق هتكون جاهزة معاكِ. عشان نحضّرها كوبايتين من الدقيق، معلقة من السكر، وربع معلقة من البيكنج باودر، ورشة من الملح، وكمان معلقة من السمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقتين من الزيت. هاقلّب كل المكونات دي كده كويس جدًا مع بعض، وأبِث السمنة كويس أوي أو المادة الدهنية معاها كويس جدًا. بعد كده هاحط عليهم معلقتين كبار من مَيّة الورد، ممكن تستغني عنها أو تزوّدي أو تقللي على حسب أنتِ بتحبيها إزاي، ولكن هي بتدّي طعم وريحة تحفة جدًا. وهابدأ إن أنا أزوّد نُص كوباية من المَيّة وأعجنها كويس جدًا، وبعد كده ألمّها وأسيبها ترتاح. بعد ما ارتاحت ده كان شكلها. باجيب النشا وبابدأ إن أنا أفردها على شكل مستطيل بالشكل ده بالنشا. بعد كده أمّا بافردها بابدأ إن أنا أطبّقها على شكل منديل، وما بين كل طبقتين كده طبقة وطبقة باحط شوية من النشا، وبعد كده باسيبها ترتاح برضه 5 دقايق، وبعد كده بارجع إن أنا أفردها، وأفردها على شكل مستطيل ولا رفيّعة أوي ولا تخينة أوي، سمك متوسط بالشكل ده علشان تقِب معانا في الزيت وتتنفخ وتبقى عاملة زي البالونة كده. بعد كده بقى كده هاسوي المستطيل بتاعي وأبدأ إن أنا أقطّعها وما استخدمتش أي قطّاعات، يا دوبك بس بالعجلة بتاعة البيتزا دي قطّعتها كده مربعات صغيّرة، وهابدأ إن أنا أكون مسخّنة زيت سخن وهابدأ إن أنا أقليها. بالشكل ده مجرد ما بتحطيها في الزيت بتبدأ إن هي تطُوف على الوش، وتبدأ إن هي تتنفخ كده وتاخد اللون الدهبي اللذيذ دوّة، وأبدأ إن أنا أطلّعها في الطبق. باحط برضه الكمية اللي بعد كده وهكذا لحد لمّا أخلّص كل الكمية بتاعتي، كلّها بتتنفخ وبتبقى منفوخة كده ورقيقة هشة جدًا، ويعني بُصّوا بتدوب دوبان كده حرفيًا. وما بتاخدش وقت خالص على النار، يا دوبك كده ثانيتين كده على كل ناحية، وبعد كده بقى باخلّص كل الكمية وبارُش عليها سكر بودرة أو عسل تقيل بارد أو شربات المتوفر عندِك، وباحط عليها شوية من جوز الهند، وكُلي بقى أحلى بغاشة ممكن تجربيها بجد.